مرحبا يا متابعين. سؤالي لليوم هو: هل أقدر أن أنا آكل من المطاعم العادية أكل أحوله لصحي؟ دائما نتبع مثلا روتين معين، كلنا يعني دايت معين، أكل البيت، نسوي في البيت أكل صحي. بعض الحين واحد يذبح، أو أكيد أن الواحد يذبح فيشي يغير النظام هذا وشي يغير، بعض الحين يروح لمطعم، لكن أفكر أن ما في مطاعم صحية داخل صنعاء، فأرجع أبطل. لكن اليوم جت لي فكرة، والفكرة هذه أننا أشيل حاجة ب100 ريال فقط، ممكن نتحول أكل، وأننا آكل من المطعم وتحول أكل عادي من أي مطعم فيه سعرات حرارية عالية، إلا أننا أقلل من السعرات الحرارية ويكون كمان أكل صحي. فتعالوا نشوف في الفيديو وأوريكم إيش الأكل اللي ممكن أحوله لأكل صحي، ويلا نشوف مع بعض. أيضا المطاعم الغير صحية منتشرة، ليش؟ لأنها سهلة التحضير، رخيصة في المواد، وكمان لذيذة، الكل باستطاعته أنه يأكلها. فلذلك لكن هنا الإفكت، أن في إفكت وفي تأثير سلبي على الأكل اللي ناكلها الغير صحي. أحدها السمنة، أن بعض الأحيان يطلع لنا دهون في الجسم في أماكن لا مرغوب فيها أو ليس مرغوب فيها، نستغرب أن طلع لنا دهون في أماكن غير مرغوب فيها، وذلك بسبب أن احنا أكلنا أكل غير صحي. لكن لما ناكل أكل صحي بكميات كبيرة نتربرب، جسمنا يتربرب، لكن ما تطلعش دهون في أماكن غير مرغوبة. أيضا أمراض القلب، وأيضا التأثيرات النفسية والجسدية والعقلية أيضا تأثر بشكل سلبي، وأيضا السرطانات. فكثير أمور سلبية تحصل لنا عندما نأكل أكل غير صحي. فلذلك ضروري ما نفكر قبل أن نأكل أكل غير صحي بالتأثيرات هذه كلها اللي تسببها، وتأثيرات ما هيش بسيطة، تأثيرات كبيرة علينا بشكل سلبي. قد وصلت المطعم الآن، وتخيلوا اليوم باكل ايش؟ شاورما، وبخليها صحية بحاجة ب100 ريال فقط. انتم عارفين ايش الحاجة هذه اللي ب100 ريال؟ راح خلونا بس افتح من الكيس. ايوه اخيرا طلعت. تخيلوا خبز اسمر فقط. الحين بطلب وبكلمه يسوي لي شاورما على الحطب، مش تقولوا بعد انها يعني شاورما بالنار، شاورما على الحطب بالخبز الاسمر. حياك، كيف حالك؟ اخبارك؟ كيف الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. كيف الامور؟ الحمد لله. يلا انا دخلت يا غالي الشيء شاورما بخبز اسمر، تسوي لي 2 سندوتشات فقط. سندوتش واحد شوي يعني سبايسي، مش كثير. كم السندوتش الواحد؟ في معك 400، في معك 500، في معك 1000. ديريكت صاير في 500 على ذاك ناس 500. خلاص سوي 2 منه. محلي سفري؟ محلي. سبايسي ولا لا؟ خليه لا مش سبايسي. طيب خليه ضد السبايسي بعدين مشاكل بعدين حصل. بس بعدين صح يعني استخدم الاثنين وهات البقية للخبز، أنا أفدالك. طبعا الباقي من الخبز بنستعمله بالعشاء، فخلوكم معي إلى نهاية الفيديو. كمان بنصور العشاء، بنتعشي كمان حاجة من هنا رهيبة، وكمان بشكل صحي، يعني ما بنخربش الدايت. كمان يا جماعة الخير، اللي ما اشترك في القناة يشترك في القناة، لأن أنا محتاج الآن دعمكم خاصة في البداية من خلال اشتراككم في القناة ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا أيضا اللايك، وأنكم تشاركوا هذه المعلومات اللي أقدمها مع أصحابكم، أصدقائكم، مع عائلتكم أيضا، وتعم الفائدة للجميع. هذا السندوتش ومليان أيضا إذا أنتم تلاحظوا دجاج. يا سلام يا سلام، حاجة رهيبة. بسم الله. طبعا قد طلبت الآن بدل البيبس نغير البيبس لعصير طبيعي، ففي عندهم ليمون، فطلبت ليمون الآن يعني بيجي الليمون. ويلا بسم الله. يا سلام، طرفت عليه. وصل الآن العصير. هذا العصير، تفضل معي. سبق بالله. انا ترددت قبل شوي. صح، نسيت حاجة. الشباب أضافوا شيبس،
لذلك يعني بنبعد الشيبس. كلمتها صافي. لا ما تكلمت عن اني بعد الشيبس، الغلط مني. فهذا الشيبسه ابعده مشان المصداقيه، يعني ما ناكلش ونخبي عليكم. فشاورما صافي، الدجاج سقط نسوي كذا مع الثوميه، ولو الثوميه كمان هذا، لكن نخفف من الثوميه، من الاكل الثوميه، وهذا هو. بعطيكم حلول ذكيه بحيث انكم تاكلوا كمان اكل صحي بطريقه صحيه من مطاعم، يعني ولو ان حتى تقللوا من كميه السعرات اللي ممكن تاكلوها من المطاعم العاديه اللي تاكلوا منها. اول حاجه استبدال بدل المقلي تاكلوا اكل مشوي بالفحم، دجاج بالفحم، كباب، اشياء شيش طاووق مثلا، وتستبدلوا نفس ما كلمتكم بدل الخبز الابيض تستخدموا خبز اسمر. الشيبس كمان مضر ويرفع السعرات الحراريه، فاستبدلوه بداله وخلوه سلطات، ممكن سلطه معينه مثلا تاكلوها مع الاكل. وكمان استبدال المشروبات الغازيه اللي مليانه سكر وفيها سعرات حراريه عاليه، استبدالها انكم مشروبات طبيعيه بعصائر. واهم نصيحه ممكن انكم تتبعوها هو انكم تاكلوا مش لحد الشبع، يعني لا تاكلوش لحد الشبع انكم تشبعوا، خلوا مجال نفس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خلوا ثلث للاكل وثلث للشرب وثلث يكون فاضي، لانه لما تاكلوا لحد الشبع تتلخبط عندكم الهرمونات والجسم كامل وتتخزن الدهون. وفقط ننتقل الى المطعم الثاني. وصلت المطعم الثاني وانتم عارفين ايش المطعم الثاني، خلونا اوريكم. الان نفس اللي موجود معي دحين خبز اسمر، دحين جيب لي 2 سندوتشات دبل بخبز الاسمر هذا، بالخبز هذا. وهذا الخبز هنا. يلا نجرب سندوتش الكباب بالخبز الأسمر بطريقة صحية وعلى الفحم، يعني ما هوش مقلي. فنفس ما كلمتكم الأشياء اللي هي على الفحم هي مفيدة أفضل من المقلية. فيلا بسم الله نجرب. طعمه رهيب والله، طعم الكباب رهيب. أنا أشهد. المطعم هذا يعني مطعم الهلال اللي في شارع 16 في هائل، فأنصحكم حتى تجربوه. ونفس ما كلمتكم نفس الطريقة، خذوا من البقالة ب100 خبز اسمر وروحوا أي مطعم قل له أنا اشتري سندوتش بهذا الخبز، كباب، شيش طاووق، وكمان شاورما على الفحم. بس الشاورما انتبهون نفس الغلط اللي أنا ارتكبته، أن أنا نسيت ما أكلمهم على الشيبس، أنه يسووا بدون شيبس. فانتبهوا تنسوا أنكم تكلموهم ابعدوا الشيبس، خلي الدجاج صافي مع الصوصات، يعني عادي الصوصات فيهم سعرات لكن مش كثيرة. أتمنى أنكم استمتعتم في هذا الفيديو، ولا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة، لأن نفس ما كلمتكم هذا شيء بيفيدنا خاصة أنا في البداية. كمان انشروا الفيديو بين أصدقائكم وعائلاتكم مشان كلكم تستفيدوا من النصيحة اللي اليوم كلمتكم عليها، من النصائح اللي اليوم كلمتكم عليها. كمان لا تنسوا اللايك، وفي أمان الله. نلتقي في فيديو آخر. مع السلامة، في أمان الله.